أنا 34 سنة والحمد لله رب العالمين، عندي 5 أطفال وتزوجت وأنا سنة ثانية في الجامعة. مشيت دقيت الإعلان بتاع زواجي في البورد، بيكلمني الحرس بتاع الجامعة. طبعا أنا كان خطبت واحدة زميلتي في الجامعة، كنت في سنة أولى، قلت لها أنا دايرك وكده، فافتكرت إن أنا بطلع ساعات رأس الشباب ديل، يعني أخش بحنك العريس عشان بعد ذاك أنا شنو أتشكيسها وكده وأطلع بيها العالي وأسوقها بالدقداق زي ناس وجي صامولة. والله صح. فقامت أبتني أزور، ادتني لك شاكوش كارب، قطعته معي 6-0 والشاكوش قاعد ليه استعجلوا له. دي حجامة والله حجامة. لما مشيت دقيت البورد بتاع الدعوة في اديته الحرس، البورد حق الجامعة مقفلة، عند المفاتيح عند الحرس، اديته الحرس. مشى دق اسمه عبد الرزاق، كان مشى دق الكارت بتاع الدعوة في البورد. لما جيت ثاني يوم الجامعة كان عندي اغراض كده ومالي طوالي، العريس كان باقي له زي اسبوعين كده. فجيت عبد الرزاق قال لي يا زول، لما دقيت البورد واحدة من البنات قالت سجمي، يعني هو كان جادي. فالشاهد من الكلام، أنا تزوجت السنة الثانية في الجامعة. لما اتخرجت بفضل الله سبحانه وتعالى تخرجت وأنا أحمل امتنان وصفاء، وشيء استلمت الشهادة، واحدة بيجاي والحمد لله رب العالمين. فده كلام أخونا أبو اللول، يعني إنه زول يجتهد إنه يبكر بدري. ركشة سكتة، نقاشة اشتغلتها، طلبة اشتغلتها، أي شيء سويته، بعت فسيخ، بعت فول، بعت طعمية، أي حاجة، لكن الحمد لله ما خسرت زيك أبو اللول. الحمد لله. لما اتزوجت وأنا عندي سريرين ودولاب موسكي وطقم طرابيز بس، لا غسالة ولا ثلاجة ولا مكيف، لكن عندي كهرباء، عندي مروحة. والله يجي من الجامعة سموم جد. لا ما أكلت جبنة، تعمل لي حموضة. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى لما رزقني امتنان بالتل الكبيرة دي، ثاني يوم من السماية أنا اشتريت مكيفين واشتريت غسالة وكانت ثلاجة أوريدي جات. يعني دي الهدايا حق السماية، جاني 11 خروف، ضبحت 2 وبعت الباقي، اشتريت مكيفات وغسالة. فالشاهد من الكلام إنه الإنسان ربنا سبحانه وتعالى بيكرمه، ومع كل ذرية خاصة إذا كانوا بنات بيزيد الإكرام جد. يعني بنات ديل ما في زيهم، حنينات وحات الله. أما زي بقول شيخ سليمان الشفاتة ديل بيقصوا القلب. فأي زول عنده مصدر بتاع دخل ولو بسيط ما يتردد. أنا لما مشيت عشان أتزوج كلمت أبوي، عملت خطة جهنمية. طبعا أنا اللي بديكم أسرار عجيبة جدا. لو كلمت أمي وأبوي مع بعض كانوا حيقدوا لي الشغل. قمت يا معلم أول ما مشيت شفت البيت وعجبتني وكذا، وهناي ودوني أبوي اداني الأوكي. جيت بالليل لأمي قلت لها حاجة ذلك فوضحني معك موضوع خطير. جاتني في الغرفة قفلت الباب، قلت لها اوعى تكلمي ابوي. قالت لي ترى انا خطبتها وانت ود 200. قلت لها ما تقول كيف، موضوع بيني وبينك نتفاهم بكره. يلا امشي عشان ابوي ما يفقدك. ثاني يوم صليت الصبح في الجامع، ابوي جا مالك من الصلاه، قلت له يا معلم قرصه دايرك انا اقعد لي تحت. قعد قلت له عندي معك موضوع، كان جوا الجامع، عندي معك موضوع اوعى تكلم امي. قال لي موضوعك شنو؟ قلت له انا خطبتها. ابوي زول هادي كده دنقر كده ورفع الفين خير ربنا يسويها. قال لي الفين خير ربنا يسويها، معناه الكلام ما عجبه. مشينا على كده. بعد اسبوعين لميتهم الاثنين، قلت لهم ماشيين للجماعه ديل. ركبوا العربيه الاثنين ما راضيين طبعا، لكن ما قادرين يقولوا حاجه. مشينا لما ام الزوجه قامت سالت امي، قالت لها الزواج 200، قالت لها بعد التخرج ان شاء الله. هم قاعدين براهم، وقام جاي نسيبي سالني قال لي حتعرس 200. خفت يقول ابوي يرد، انا تاني ما اقدر اكسر كلام ابوي، وهي كانت ممتحنه شهاده سودانيه. قلت له بعد ما تمتحن طوالي ان شاء الله.
قام ابوي سكت. رجعت البيت طوالي بديت افكر في خطه حقتي، انا حتزوج كيف وهعمل شنو حسوي شنو. هنا بقى طبعا النسوان دي لما يتلمن في حته الله يجيرك، يتلمن الخالات وبنات الخالات وكذا، وجو نقنقوا لامي وصغير وتعرسوا ليه وليه وما عارف شنو. خليتهم المومات كتار ونقنقا كده، قمت خشيت عليهم. العرس كان قرب بعد خلاص انا حددت المواعيد وكده. امي قاعده بيجاي ومعاه مجموعه بتاعت حريم وفي مجموعه بيجاي، عشان ما الكلام يكون موجه لامي قبلتها كده. قلت لها اسمعا، انا زواجي ان شاء الله تعالى يوم كده، الجاهزه حبابه البص بيشيلها، والما جاهزه المعزوم ما بيسال منها. وقمت مركتها، والله مرقتي كده، انا والله توبي داك داير له بلوزه، توبي داك داير له شبشب. موضوع الحسن طوالي. فاذا عزمت فتوكل على الله، بس انت كيف تكون راجل ما يركزك، تكون راجل عندك عشه تخد فيها راسك ده تبقى مالك طوالي. زي ما قال لك شيخ وائل قبل، تختار لك من رجيطه. شفت كيف؟ وين زول بيعرف مستوى النجاضه حقته، يعني على قدر مستوى النجاضه بتاعتك انت. والله يا اخوان الموضوع ده اسهل ما يكون. انا اقسم بالله العلي العظيم الى الان في حاجات في عرسي جات ما اعرف جات من وين وجات كيف. والله انا من الحاجات اللي اتذكرها لابس لي جلابيه جيبه ده فيه شرطه هنا، ده قاعد لي في ضلع عباره هيكل كده، باقي لي العرس يومين قاعد كده عندي حاجات ناقصه. جابالي جنبي زول سايق له امجاد، عارفني انا العريس، قال لي بتسهل بتسهل وفات. اقسم بالله العلي العظيم السهل تسهيل رباني. عندي مجموعه من الناس وعدوني بحاجات وداري يفشروا لي بيجيبوا لي من اهلنا، منهم عمي اخو ابوي عمره 40 سنه ما تزوج، كان زعلان كيف عرس قباله. قال لي شفت البارد ده خليه علي انا ده، والباسطه خليها علي انا، ده اللي بتجيبه. يا زول اليوم المناسبه لا في بارد جاء ولا في باسطه جات ولا. والله العظيم عندنا جارنا كده، عندي شباب زملائي في الجامعه، قلت لهم شباب هوي امشي السوق المركزي سريع جيبوا لي برتقال. مشوا السوق المركزي دقوا شيء انا عملوا شيء انا ما اعرف مهم، جابوا لي مكاسه على البرتقال ثقيله. وعندنا جارنا كده اصلا شغال بتاع عصاير، واجرنا معاه خلاطين من تويتي، شغل راقي. تويتي تعرف تويتي جم لذيذ طبعا، جم لذيذ. ها انت ما ساكن شمبات، تويتي جم لذيذ. فجو الناس ديل شغالين بيخلطوا في العصير يحطوا في الحفاظات. عندي ولد عمتي شغال في مصنع بتاع كاسات، جاب لي كاسات هديك لي العرس بتاعتك، قلت له فيك اتعرفت 2000 كاسه. جابوا 2000 كاسه للجماعه ديل شغالين في الحفاظات، اي صينيه بتاعت اكل مارقه بيطلع معها عصير طازج بمصاصه برتقال فريش، شفط وساكت امامك ديل بفضل الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من الكلام تقوي قلبك وتقول بسم الله وتخش. طبعا دي كرامه يا شيخ وائل، لكن انا بس ما قلت كرامه، اللهم زدني تواضعا. فتتوكل على الله سبحانه وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. أي زول خدت العزة في باله توكل على الله سبحانه وتعالى وطوالي. شفت كيف؟ اوعى تتردد. لكن برضو مع عدم التردد ده الإنسان بقدر الإمكان يحاول يرضي أمه وأبوه.